السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول انا قاعدة في بيت عيلة، وحصل مشاكل بين سلفتي وسلفتي الكبيرة. بتحب اللت والعجن وحماتي بتموت في نقل الكلام. فسلفتي الكبيرة واكلة حماتي وبتخليها تروح عندنا عند يعني بقيت سلايفها وعيالها تعرف اخبارهم ايه وتروح تيجي تقولها لها، وهي تعايرنا وتقعد ترزينا. فالمهم انا عشان بسبب المشاكل دي قلت لجوزي انا مش عايزه اوجع دماغ، شوف لي شقه بره واجر شقه البيت ابوك، واللي يدفعه هنا ادفعه هنا، بس ايه نريح دماغنا. قال لها خلاص ايه ماشي، بس هاخد شقه قريبه من امي عشان ابقى اروح واجي عليها وهي تيجي تروح وتيجي عليها. قالت له ما عنديش مشكله. فالمهم تصالح، هي كل ما تقلب هي وسلفتي تروح جايه ايه تلف علينا كل واحد يومين، متراضيين هما اتنين سوا تقلب علينا كلنا. فانا بقول ايه مش مشكله، انا لو على حماتي اخدمها العمر كله، بس سلفتي هي اللي مش كويسه، تقعد تتخانق معايا وتتخانق مع وتصلك جوزها على اخواته وهو بيسمع كلامها. فانا قلت مش عايزه اوجع دماغ. فحماتي جايه بتقعد توقعني في الكلام عشان اروح اقول لها على ظروفنا وعيشتنا وحكايتنا، وتكلمني على سلافي التانيين ونقعد نحكي اللي هو كانه حكاوي يعني، تاخد الكلام تنقله وتاخده لسلفتي الكبيره تروح تقوله له. هي بعتها عشان كده وانا مش عارفه اعمل معاها ايه. يعني مش عارفه تعمل معاها ايه؟ ما تسكتي. كلمتك على حد لا يا ماما معلش ملناش دعوه، او خلي كلامك عايم ربنا يهدي. لكن انت بقى بتاخدي دماغك في الكلام، ما هي فعلا انت بتقولي بتوقعكم ببعض. طب وعلى ايه؟ ولا هنشيل ذنوب ليه واحنا قاعدين؟ لا اتكلمي بقى عن حياتك انت، عيشتك انت، المصاريف، الدنيا، العيال، المدارس، على اخواتك برضو كلام كويس، على امك، ايه العيشه. مالكيش دعوه ولا بسلايفك ولا بمراتاتهم ولا بسلفتك الكبيره. ما تخليش حماتك تجرجرك منك وبتقولي ان هي بتحب نقل الكلام بس، وانتي بتقولي مش متضايقه من حماتي. انا حماتي اخدمها واشيلها على دماغي، كل ما تيجي تتكلم انتي اكتميها بس بالذوق بالادب، مش شايفه مشكله يعني. ولا في الاول وفي الاخر انت ست كبيره يعني، مش عايزين نشوف ذنوب. وانتي لهيها مع العيال، قولها خدي اعملي حاجه مثلا وهي قاعده، تنضف لك خضار او تهدلها تلفزيون في مسلسل ولا اي حاجه. ابعدي عن الحوار باي طريقه سهله يعني، وربنا يهدي يعني الناس. الدنيا دماغها بس هي حماتك بالنسبه لها دماغها فاضيه، جوزت عيالها وخلاص بقى رايقه. ربنا يهديهم ويهدي الناس جميعا يا رب. وانتي كبري دماغك وما تقعديش تدي يعني النميمه دي بقى حرام يعني. هنخش النار ليه؟ على اساس مفيش حاجه تستاهل، انا بنشعبط في رضا ربنا. فكبري دماغك وسلفتك ربنا يهديها وكله ربنا يهديه. اصلا الدنيا صعبه على الناس كلها، مش مستاهله ومش مستحملين حد يحكي على حد ولا حد يحكي مشاكل حد. كل واحد مكفي في اللي مكفيه، فمش كمان هنحكي كمان ونعيد ونزيد وناقصين بقى مين قال ومين عاد ووجع دماغ. طب وعلى ايه؟ وانتي كبري دماغك عشان مش مشاكل تاني، يبقى انتي جوزك مش عشان مشاكل اللي جايه وراكي تجري وراكي. لا طبعا جوزك هيزعل، يبقى احنا كنا قعدنا بقى احسن في بيتنا معزين مكرمين. فربنا يهدي الجميع يا رب، يا رب يهدي الجميع يا رب. والسلام عليكم في فيديو جديد.